السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة، وصفة صيفية بامتياز. ساندويتش أو بوكاديوس، نصاوبوه غير في الدار ديالنا ونصاوبوه بيدينا. بقاو معايا إن شاء الله تشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير هاد البوكاديوس. إذا غادي نحتاجو إن شاء الله في هاد الوصفه غادي نحتاجو أربعة المعالق ديال الدقيق، غادي نحتاجو نص كاس ديال الماء يكون دافي، ومعلقه ديال خميره الخبز او حسب الجو. دابا مع انه الجو سخون شويه فغادي نديرو غير شويه ديال الخميره، وغادي نديرو معلقه ديال السكر. غادي نحركو الكل بهذه الطريقه حتى غادي ندمجو، غادي نحصلوا على واحد الخليط بحال بغرير. غادي نغطيوه ونخليوه باش يخمر، وغادي ندوزو في واحد الاناء اخر كنديرو 600 غرام ديال الدقيق و400 ملي ديال الماء، شويه ديال الملحه صافي. وغادي نجمعوا هاد العجينه حتى غادي تندمج لينا هاد المكونات صافي. وغادي نغطيها كذلك وغنخليوها على جنب حتى غادي تختمر، حتى يختمر لينا الخليط الاول. اذا هنا كما غتلاحظوا فالخليط الاول خمر، انا رديته لهاد الزلافه صغيره صافي. غادي ناخذو، غادي كيولي بهذا الشكل اللي شفتوا معايا، فكيولي الحجم ديالو كيضاعف الحجم ديالو. غادي نخويه على العجينه ديالي، نفرغ هاد الخميره على العجينه ديالي، وغادي نبدا نعجن مزيان. وغادي نتلكوا هاد العجينه، حاولوا تلكوها مزيان بيديكم او لا بالعجانه صافي. غادي نخلط مزيان حتى غادي نحصل على واحد العجينه كتلصق في اليد صافي. غادي ندهنها بشويه ديال الماء وغادي نغطيها حتى غادي تختمر مره اخرى. وصافي هنايا بعد ما خمرت ليا العجينه فغادي نبدا نجمعها او نجبدها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. غادي نجمعها على شكل مسمنه، بحال الا كنجمعوا مسمنه صافي. وغادي نغطيها حتى غادي تخمر المره الثالثه صافي. هنا بعد ما خمرات ليا المره الثالثه غادي نكرر هذه العمليه جوج ديال المرات صافي. غادي نجمعها هذه المره، غادي نجمعها غير عادي، غادي نجمعها مزيان كما كتلاحظوا. فالعجينه ولات مطلوقه صافي. وغادي نغطيها باش تختمر. هنا بعد ما خمرت العجينه كما كتلاحظوا وكيضاعف الحجم ديالها صافي. غادي نرش واحد الكميه ديال الدقيق فوق سطح العمل او فوق البلاصه اللي غادي نخدم فيها العجينه ديالي صافي. وغادي نفرغ العجينه فوق الدقيق بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نبدا كنجمع اطراف ديال العجينه بحال اللي كنجمعوا مسمنه. غادي نجمعها على شكل مسمنه بهذا الشكل اللي كتشوفوا، وغادي نقلبها على الجهه الثانيه صافي. وغادي نبدا نقطع العجينه ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي نشكل العجينه ديالي الى 8 ديال القطع او 9 ديال القطع على حسب الرغبه ديالكم. نتوما بغيتوهم كبار ديروهم، الا بغيتوهم صغار شويه قسموهم على 9 ديال القطع صافي. غادي نبدا نجمع هاد القطع ديال العجينه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنحاول نجمعهم غير بشكل عشوائي، ما كنقادوهم ما والو صافي حتى غادي نكملهم. نغطيو العجينه ديالنا باش ما تكونش لينا واحد القشره يابسه فوق العجينه. نغطيوها بميكا او بلاستيك غذائي صافي. وغادي ناخذ اول قطعه، غادي نطلق العجينه على شكل طولي، وغادي نبدا نجمع طرف العجينه وانا كنزير العجينه للداخل. غادي نبدا نزير مزيان بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، وكنعطي الطول للعجينه حتى غادي نحصلوا على ميني باكيت صغار بهذه الطريقه اللي لاحظتوا معايا صافي. غادي نستمر، غادي ناخذ القطعه الثانيه بنفس الطريقه ديما كنعطيوها شكل طولي للعجينه، وكنبداو نجمعوا ونزيروا للداخل حتى غادي نحصلوا على بوكاديوس او كومير صغير
صافي غادي نديروهم في القالب ديال الكومير او غير طاوة عاديه. صافي غادي نديروهم وغادي نغطي الخبز ديالي حتى غادي يخمر، نغطيوه بشي زيت صافي ونخليوه حتى غادي يخمر. الشكل ديال الكومير ديالي بعد ما خمر غادي نجيب واحد الشفره او الزوار يكون جديد اولا موس ماضي الا متوفر عندكم. غادي نبدا نفلح في العجينه ديالي بهذا الشكل. صافي كندخل الخبز ديالي للفران. بطبيعه الحال كيكون سخون اعلى درجه. غادي ندخل الخبز ديالي وغادي ندير واحد الاناء فيه الماء من التحت وغادي نجهد على العافيه وغادي نخلي الكومير ديالي حتى كيتحمر وكياخذ واحد اللون الذهبي. غادي ندوزو باش نصاوبوا الحشوه، واحد الحشوه اللي كتكون اقتصاديه وانتم لكم الاختيار. ممكن تعمروهم باش ما بغيتو. هنا غادي ناخذ الدجاج مقطع قطع صغيره بهذا الشكل. غادي نضيف عليه توابل الابزار، السكنجبير، التحميره والبابريكا. غادي نضيفوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت الزيتون. غادي نشحر كلشي حتى غادي يطيب وغادي نخليوه يبرد. اذا هنا الباكيت ديالي بعد ما طاب كيكون هذا هو الشكل ديالو. صافي غادي نبدا نقطع الكومير ديالي على جوج. صافي غادي نبدا نخوي شويه، نحيد شويه ديال البابه بما انه غادي نعمرو. نحيدو شويه ديال البابه باش ما يجيش لنا، باش نلقاو فين نديرو الحشوه ديالنا. نحيدو غير شويه كما قلت لكم باش نلقاو نعمرو الحشوه ديالنا لداخل. وصافي كما كتلاحظوا معايا فليكم الاختيار باش ما بغيتو تعمروا. عندي هنايا الخيزو محكوك، عندي الخص وعندي المطيشه والبصله والثوم وعندي القطع ديال الدجاج اللي حضرتهم معكم. صافي غادي نبدا نعمر البوكاديوس ديالي او الساندويتشات ديالي. غادي ندهنو المايونيز لداخل وغادي نبداو ونعمروهم باش ما بغينا. نتوما لكم الاختيار، ديروا شويه ديال الخص، شويه ديال البصله، شويه ديال الثوم. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نعمر كاع جميع القطع او الساندويتشات اللي عندي. من طبيعه الحال ما نساوش البطاطا الفريت فحتى هي نعمرو بها هاد الساندويتشات ديالنا كما كتشوفوا. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل. غادي نكمل الساندويتشات ديالي وغادي نزينهم بخطوط ديال المايونيز والكاتشوب. والتزيين دائما كيبقى من الاختيار ديالكم. اذا كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساوش ديما ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من وصفاتي. نخليكم على خير، بسلامه.